اهلا اهلا، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السرور عليكم. النهارده هعمل معاكم روتين جديد. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بعد ما عملت كده للقط الاكل بتاعه وحضرت له الميه، يعني غيرت الميه بتاعته وعملت له دراي فود جديد. قلت بقى نفطر اي حاجه كده بسرعه. انا طبعا قلنا نفطر. عملت سندوتشات جبنة كده في السريع، وقلت نعمل شاي بلبن كده عشان الواحد يقدر يقوم كده على حيله كده ويقدر يشتغل في البيت ويشوف ايه اللي ناقصه في البيت ويقدر يعمله. انا في حاجات كده عايزه اعملها في البيت وفي دماغي يعني كده، فانا هعملها النهارده ان شاء الله معاكم. بس عايزاكم كده من اول ما تصحوا من النوم، مش اول حاجه تدوروا فيها على الاكل او الشرب او الكلام لا، احنا اول ما نقوم من النوم ندي لنفسنا ساعه على الاقل نستغفر فيها ربنا. نبقى قاعدين كده شويه مع ربنا، نصلي ونشوف الحاجات اللي احنا نقدر نعملها كل يوم كده لربنا. دي اهم حاجه من كل الحاجات دي كلها، وبعد كده ندور على الاكل بقى والشرب والكلام هو ده بقى يبقى تاني اولويه بالنسبه لنا، عشان ربنا كده يبارك في اليوم ويبارك في العمل اللي احنا بنعمله. انا هنا دخلت على اخر ضرفه كده في الدولاب من فوق. انا ما كانتش عاجباني رصتها طبعا، كانت متلخبطه. لان ده طبعا لما احنا مثلا ايه بنطبق وكده فبنحط عشان هي بعيده عني اصلا. يعني انا متوسطه الطول يعني، بس انا مش عارفه اي طولها جامد، فالواحد بيحط اي حاجه. فالمهم فقلت لا، انا ايه اظبطها كده واخليها مرتبه زي بقيه الظرف. فقلت ايه، انا انزل كل اللي فيها كده واقوم ايه مطبقاهم تاني، عشان منحكشه ومش عاجباني. وقولوا لي كده انتوا برضو زي كده بتحطوا فيها الملايات والاول ضرفه من فوق كده وتحطوا فيها الملايات والفوط والحاجات ديت. انا دايما بحط فيها الحاجات دي بصراحه. انا مش هكدب عليكم، انا مش بحط فيها غير الملايات والفوط او مثلا المفرش او الكلام هو ده بالنسبه لي اللي هي اول ضرفه من فوق خالص، لان الضرف اللي تحت انا دايما بحط فيها اللبس او الهدوم بتاعتنا احنا. بس بقى بقيت احط بقى ملايات الاطفال لوحديها والفوط لوحديها وملايات الكبار برضه لوحديها، عشان برضه الدنيا تبقى متنسقه. انا ما بحبش الهرجله او كده، بس انا والله كان عندي ظروف، فانا ما كنتش عارفه اعمل حاجه، فبقيت احط اي حاجه في الاخر يعني. بس انا في الاول كنت مرتبه فيها قوي ومظبطاها وكل حاجه، بس انا بعد كده قعدت اعمل مش فايقه، ما كنتش فايقه ليها قوي يعني. قلت بقى ايه، اسيب لها كده ايه وقت انا اعمله ايه واظبط فيها يعني. والحمد لله جه الوقت اهو وظبطتها الحمد لله وتمام. الحمد لله يعني. بصوا كده ايه رأيكم فيها؟ بس انا هنا برضو كان في عندي شويه بياض كده من تبع الاوضه، فكان في الاوضه في حاجات كده مقشره، في حاجات كده في الحيطه لونها بصوا كان في بان اللون اللي تحتيه، يعني اللون اللي هو كنت مبيضاه من الاول فبان من كتر تقشير البياض فبان. فقعدت بقى قلت لا، طب انا عندي بياض من قبل كده يعني، طب ما ايه المشكله ما ادهنه انا. فكان عندي فرشة زي كده، فقلت ايه بقى ادهن البياض اللي بان عندي اولادي الله يهديهم يا رب العالمين، هم طبعا كانوا خربوا في الحيطة كده وبهدلوا فيها. ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين، ويصلح حال المسلمين جميعا يا رب. شكل الحيطة مش عاجبني، ان هي كان فيها لونين، اللون الاولاني واللون التاني بس. وكمان هو ده اللي كان مضايقني منها، وكان مضايقني كمان ان هي مش عارفة ليه البياض عندي بيحصل له كده زي مش عارفة تحس ان هو يعني بيلطش كده. نفسي اعرف الموضوع ده يعني، لو سمحت ممكن تردوا عليا بجد، انا عايزة اعرف ليه البياض عندي بيلطش يعني. عايزة اعرف ان ده سبب مني ولا سبب من الحيطة ولا سبب من الدهان. عايزة اعرف من ده سبب من ايه بالظبط. انا يعني بحس ان هو زي ما يكون في مية كده، مش عارفة بيلطش كده بشكل غريب. هتشوفوا برضو في مقطع تاني هتلاقوا كده في تلطيش كده في الحيطة مش عاجبني خالص. انا نفسي اعرفها دي من ايه. ممكن يكون عشان خاطر الشقة بتاعتي مثلا فيها كتمة، فبتحصل لها كده هو زي بقعة كده. مش عارفة، انا هتجنن. انا نفسي اعرف، انا بجد كل ما بيض بلاقي فيه برضه تلطيش كده، مش عارفة ده من ايه. مع اني والله احنا بنجيب البياض اللي هو كان كمبيوتر اصلا. البياض ده كان كمبيوتر، وكان من النوع اللي هو دهان قطيفة. يعني هو الشكل المفروض ايه يعني، بيدهن شكل قطيفة كده يعني. بس المشكلة عندي ان هو لا بيض كمبيوتر ولا بيض عادي ينفع في شقتي. مش عارفة هو ليه، ايه السبب، مش عارفة والله. يعني هو تقريبا السبب ان هو قلة تهوية تقريبا، ده اللي انا متوقعاه. مش عارفة حقيقي صح الكلام ده ولا لا. انتوا قولولي الكلام ده هو صح ولا ايه، مش عارفة.
وعايزاكم تقولولي رأيكم برضو في الحيطة بعد ما اتدهنت، ايه اخبارها؟ حلوة يعني ولا ايه؟ ويا رب تعجبكم كده. انا مش عارفه والله هي بقت حلوه ولا ايه، بس انا شايفاها دلوقتي الى حد ما احلى كتير جدا من الاول. يعني هي كانت، بص التلطيش اللي فيها ده انا كان مسبب لي عقده بجد. انا الشقه بتاعتي بجد بتسبب لي عقده في التلطيش ده. يعني التلطيش ده بيضايقني حتى والله العظيم لما بجيب حتى دهان غالي او دهان رخيص، حتى ما فيش فايده. لا دهان غالي نافع ولا دهان رخيص نافع برضو. يعني بحس ان هي بتلطش كده، وبحس ان هي زي ما يكون في بقعه كده على الحيطه. ساعات بتحصل معايا في الحته دي، بس مش في كل الحيطة، يعني مش في كل الحوائط. عندي حوائط معينة وحوائط تانية لأ. بس انا اللي عملتها يعني دي ودهنتها، دي اللي كانت ايه الحيطة اللي فيها مشاكل يعني. انا كنت عايزة اشوف بقى تقولولي ده ايه ده يعني، وهل الناس كلها عندها كده ولا انا بس اللي عندي كده بس. اظن ان معرفش والله. بصوا هنا برضو كان الحتة اللي هي بتبقى في المدخل الأوضة. برضو كان في كده على الحلية دي بتاعة الباب. برضو اللون اللي هو كان متبيض بيه الأوضة من البداية. فبرضو كان في اللون ده مش عاجبني خالص. برضو بس بيبقى فيه برضو يعني حاجات مش تمام. انا عارفه ان انا عندي بياض اصلا، فكده كده هبيض، وخاف كنت اغسلها يعني الاقي ان اللون وقع ونزل، يعني مش عارفه اعمل ايه. ايه رأيكم؟ ولا في عايزة تعديل تاني ولا ايه؟ مش عارفة. انا بحاول على قد ما اقدر كده ان انا اعدلها او اخليها احسن من الاول، لان انا بجد في حاجات كتير اوي ما كانتش عاجباني في المكان دوت. بحس ان فيها تلطيش كده مش عاجبني خالص، فانا بحاول اعدلها عشان ايه احس ان انا شايفة ان هي تمام يعني. بس يعني انا مستنياكم والله تقولي رأيكم ايه. انا بجد مش عارفة اعمل ايه والله. اديني صورت لكم بعد ما دهنت الاوضه اللي هي الحتت اللي هي كانت مش عجباني فيها. قولوا لي بقى ايه رايكم في الكومنتات. وشكلها بقى دلوقتي احسن. قولوا لي، اصل رايكم هيفرق معايا بجد والله. وهنا بعد ما عدلتها فانا دخلت على السرير بقى، ما كانش عاجبني خالص بقى. قلت بس الدنيا كانت مش تمام خالص، قلت بقى اظبط السرير كمان عشان يبقى الدنيا بقى كلها ايه رايقه، والاوضه كلها بقت حلوه يعني. فظبطت السرير، وبعد كده ايه شلت طبعا الملاية، قلت اغيرها برضو. الملاية ما كانتش تمام خالص برضو، ما كانتش نضيفة. وبرضو نفضت الكفر. الكفر اللي على اللي على المرتبة. وايه ودخلته كده ونسقته كده اهوت عشان ايه. كنت بنفض التراب اللي على السرير. وبعدين نفضت السرير كله بقى وايه وفرشت الملاية جديدة. قعدت افرش الملاية كده ونسقها في البداية كده اهوت. انا بنسق الملاية من البداية كده خالص، اقعد انسق فيها لحد ما ايه لاخر السرير كده اهوت عشان تبقى متنسقة. واديني فرشت الملاية كده وبعدلها بقى كده اهوت، وبعدل المخدات فوقيها والخدودية. وبعدين عملت جبت البطانية كده وقعدت برضو افردها كده اهو على السرير عشان تبقى شكلها برضو حلو كده اهو. نعمل الغدا بقى وكده اهوت. والغدا النهارده مكرونة بشاميل. تعالوا اتفضلوا معانا يعني. اهو انا هنا كنت بعمل حطيت سمنه، مقدار سمنه كويس يعني في الحله. وبعدين حطيت على بيتي وقلبته يعني. وبعدين حطيت يعني باكوين من خلطة البشاميل. بيفرق جدا في الطعم بصراحة، بتبقى جميلة قوي. عملت باكوين عشان انا عندي يعني الصاج، انا بعمل صاج كبير عشان ايه البشاميل تبقى تفضل حتى يومين، يعني تفضل على يومين الأكلة ديت. بس فأنا بعدين أنا عندي كل بيحب الأكلة ديت وكلنا بنحبها يعني. فنزلت عليها بالكيلو اللبن. وقعدت أقلب فيه بقى كويس قوي عشان كله ده بقى يمتزج معايا ببعضه كده اهوت، وتبقى صوص طري وحلو يعني. بعد ما قلبتها كده هدخل بقى اعمل اللحمه. فحطيت يعني مقدار حلو برضو للسمنه. وبعدين حطيت عليهم بصلايه كبيره متقطعه كده اهوت، ولغايه بقى ما احمرت كده كويس. بقيت حطيت اللحمه، قعدت اقلب فيها بقى. وبعدين عملت حطيت نزلت عليه بقى بعصير قوطه. عصرتهم في الخلاط. يعني هما 4 حبايات او كده من القوطه يعني. وبعد كده قلبتهم كده اهوت، وحطيت عليهم التوابل طبعا هم مكتوبين: فلفل اسود، ملح، وبهارات. ملح 7 بهارات. انا بستخدم 7 بهارات، بتبقى حلوه اوي في اللحمه برضو. بس وقلبتهم لغايه ما تستوي يعني وتبقى تمام. وهنا كنت سلقت المكرونه يعني نص سلقه يعني. بس فحطيت صوص البشاميل عليها يعني مغرفتين كده مع صوص البشاميل على المكرونه.
وقلبتهم عشان الصوص ده يخش في قلب المكرونة وكده ويبقى جوسي كده وحلو. بس وفردته في الصاج. وبعدين حطيت النص كيلو لحمة اللي عصقتها فحطيتها وفردتها كده على المكرونة. وهحط بقى المكرونة التاني برضو بالصوص يعني حطيتها برضو في الصوص البشاميل عشان برضو تبقى يعني مليانة كده صوص وحلوة. انا بحب المكرونة جوسي كده وفيها يعني ايه صوص بشاميل كتير عشان انا ما بحبهاش تكون ناشفة يعني ما بحبش المكرونة البشاميل تكون ناشفة من الصوص كده وما بحبهاش. انا بحب المكرونة تكون فيها صوص بشاميل كتير. بس فحطيت بقى البشاميل يعني الطبقة التانية من بشاميل وبس. وجهزت بقى الصوص اللي بيتحط فوق الوش المكرونة يعني وحطيت عليه بيضتين كده اهوت عشان برضه تبقى حلو يبقى حلو كده ويتحمر معايا بكل سهولة. هو كده كان هيتحمر بس انا بحب بصراحة البيضتين عليهم يعني. بس فحطيتها وبعدين حطيت عليها موتزاريلا كده برضه عشان ايه تديها طعم برضه حلو. بس يعني انا خدمتها خدمة حلوة يعني. وهنا بقى كنت حطاها في الفرن مستنياها تستوي. وهنا برضو ولعتلكوا الإضاءة بتاعة الفرن عشان تشوفوها بتستوي كده واحدة واحدة. وانا هنا كنت طلعتها وعملت معاها نص كيلو بانيه يعني كده فسبتها ايه يعني تبرد شوية عشان اعرف اقطعها. وهنا قلت انا اشغل دورة غسيل كده اهوت برضو كان عندي شوية غسيل كده قلت اغسلهم كده قبل ما تبرد عشان اعرف اقطع البشاميل. يا رب يعجبكم الفيديو بقى ولو عجبكم الفيديو ادوسوا لايك وسبسكرايب.